أفضل حاجة ممكن الإنسان يعملها للشخص اللي بيحبه إنه يبطل يعمل حاجات عارف إن الطرف التاني بيكرهها أو بيشمئز منها، حاجات بتسبب نفور وبعد ونكد. يا ريت نجرب نحب كل واحد بالطريقة اللي هو بيحبها، مش بالطريقة اللي إحنا شايفينها صح أو الطريقة اللي تناسبنا. يا ريت نبطل نمارس على الطرف التاني حاجات ما نحبش إنها تمارس علينا، ما نتعاملش بطريقة لو اتعاملنا بيها نحس إن فيها تقليل من قيمتنا. لازم نروح ونسأل، ما فيهاش أي حاجة لو رحنا وسألنا الطرف التاني بتحب إيه وبتكره إيه. لما هو يرتاح إحنا كمان هنرتاح. ما فيهاش حاجة لما نحاول نفهم بعض ونقرب، بدل التضاد والعناد اللي كلنا عارفين بيوصل المشاكل لحد فين. قيمتك بتزيد مع حد بتحبه ويحبك. قيمتك وكرامتك عمرهم ما يقلوا في علاقة فيها مودة، بل بالعكس مفيش حد يقدر يستغلك ولا يستضعفك. ده أول حاجة بيقدمها هو الأمان النفسي، لأن لما الطرف التاني يحس إنك بتحبه بالطريقة اللي هو عاوزها بيحس بالأمان معاك أكتر، فبيفتح لك قلبه من غير خوف. 2. بيعلمنا ثقافة السؤال اللي هي جزء أساسي في القرآن الكريم. إننا نروح ونسأل الطرف التاني بتحب إيه وبتكره إيه، ده مش ضعف ولا جهل، بل بالعكس ده جزء مهم جدا من الاستثمار الذكي، لأنه بيوفر علينا سنين كتير جدا ممكن تضيع في العناد وسوء الظن. 3. الود بدل الند. بلاش نعاند بعض عشان نعرف نعيش مع بعض، لأن العناد هو السم اللي بيفسد أي مشاعر. الحب والمودة والسكينة هم اللي بيضمنوا القيمة والكرامة، اللي للأسف قوانين وضعية كتير جدا ما تقدرش تضمنها. خليك دايما فاكر لما تحصل مشكلة إحنا الاتنين ضد المشكلة، مش المشكلة اللي تقف في النص وتفرقنا إحنا الاتنين. خليك دايما فاكر تحب اللي قدامك بالطريقة اللي تناسبه. اللي بيحب الشوكولاتة ما تجيبلوش ورد، واللي بيحب الفلوس عمره ما هيلتفت للمعاملة الطيبة ولا للكلام الحلو. فالحقيقة انت بترتاح لما بتفهم الطرف التاني، مش بس هو اللي بيرتاح. وفي النهاية القرار قرارك انت. سلام.